بخاف من المستقبل، بشوف قصص زي إسماعيل ياسين من نجومية وشهرة غير طبيعية إلى إن هو توفي وهو فقير. قصته وجعت قلبي. بشوف تطور التكنولوجيا الرهيب وعارف إن في وظائف كتير هتختفي. طب الناس دي هتصرف على بيوتها إزاي؟ في عز قلقي طلع لي فيديو جميل جدا للشيخ الجميل عبد الرشيد صوفي. ليه فيديو تلاوة قرآن كده، لو ما شفتش الفيديو ده فأنت فايتك كتير جدا. بيحكي إنه أول مرة يسافر كانت لمصر، وهو راجع لبلده من مطار القاهرة كان معاه شوية كتب كده حاططها في كراتين، اشتراها من معرض الكتاب في القاهرة. وهو بيعمل التشيك ان في المطار، الموظف قال له ايه اللي معاك ده كله؟ قال له كتب اشتريتها من هنا. قال له مش هينفع تسافر بيها، وهزر معاه هزار سخيف شوية كده وقال له يا اما الكتب تسافر لوحدها وانت تقعد، يا اما انت تقعد والكتب تسافر لوحدها، ها ها ها، لكن انتوا الاتنين تسافروا مع بعض ده مش هيحصل. الشيخ ابتسم للموظف وقال له ان شاء الله انا والكتب هنسافر مع بعض. الموظف قال له ان شاء الله تمام. وتحدى الموظف الشيخ والشيخ تحدى الموظف، ونادى الموظف على العمال المطار وقال لهم شيلوا الحاجات دي من هنا وحطوها على جنب. يعني بالشياكة طرد الشيخ. الساعة ساعتها كانت حوالي 12 بالليل وطيارة الشيخ كانت الساعة 7 الصبح، يعني كان رايح المطار قبلها بكتير قوي. الساعة 12 بالليل الشيخ راح على المسجد اللي في المطار وقعد يقوم الليل ويدعي ربنا يا رب أنا عايز أسافر أنا والكتب بتاعتي بس كده لحد أذان الفجر. بما إن هو كان لابس جلابية فالناس قالت ده شكله شيخ فخلوه يطلع يبقى هو الإمام، فصلى بيهم. وكان حاطط الباسبور بتاعه جواه التذكرة جنبيه على الأرض وهو بيصلي. بعد الصلاة لقى ضابط رتبة كان بيدمع وقال له ان التلاوه بتاعته كانت جميله جدا وطلب منه ان هو يكمل تلاوه حتى بعد الصلاه. وبدا الشيخ يقرا قران، وكل ما الشيخ يقرا كل ما الضابط يبكي. وبعديها الضابط اخذ الباسبور بتاع الشيخ وقال له تعالى معايا، وطلعوا في اوضه في حته عاليه والاوضه شكلها نظيف. قعدوا مع بعض وقعدوا يتكلموا، واكتشف الشيخ ان الضابط الرتبه ده هو مدير امن مطار القاهره في الوقت ده. وقال للشيخ انت ليه لحد دلوقتي ما عملتش التشيك ان بتاعك؟ فحكى له اللي حصل من الموظف، وحكى له ان هو ما عرفش يسافر بالكتب بتاعته وان هو الكتب بتاعته لسه تحت لحد دلوقتي. مدير امن المطار يرفع التليفون ويجيب الموظف اللي كان بيعمل تشيك ان للشيخ عنده في المكتب، ويجي الموظف وهو مرعوش. مدير امن المطار يقول للموظف انت ليه ما خلصتش الورق بتاع الشيخ؟ يقول له اصل قال له انت هتيجي على الناس الطيبين دول والناس التانيين تعديهم؟ ورمى له الباسبور بتاع الشيخ وقال له تروح تعمل له التشيك ان بتاعه. الكتب والشيخ سافروا مع بعض. لما سمعت القصة دي فكرت ان مفيش اي سبب من اسباب الدنيا يدل على ان الشيخ هيقدر يسافر بالكتب بتاعته، لكن الشيخ كان عنده يقين غير طبيعي. سبحان من نزل مدير امن المطار من المكتب بتاعه عشان يصلي في المسجد بتاع المطار. اسباب الدنيا كلها خلصانة، ولا معاه فلوس ولا يعرف حد ولا يقدر يكلم حد ولا اي حاجة، وكمان الوقت متأخر فمش هيقدر ان هو يكلم حد بره المطار، لكن مسبب الاسباب قدر ان الشيخ يسافر بالكتب بتاعته. الحقيقة انا شايف بعد اعمق للقصة. انا شايف ان القصة دي كلها حصلت عشان اليوم اللي انا ابقى فيه قاعد قلقان يطلع لي الفيديو ده فافتكر ان انا مش المفروض اخاف من المستقبل، بغض النظر عن التطور التكنولوجي اللي بيحصل. اي نعم في شغلانات كتير بتضيع وكل حاجة بتتغير في يوم وليلة، لكن في الاول والاخر مسبب الاسباب الرزاق موجود. احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا، بس في الاول والاخر هو مقدر لينا حاجة. ندعي ربنا لان الدعاء يغير الاقدار. وبما ان احنا بنتكلم على الدعاء فما تنساش تدعي لي.